احنا اليوم في حلقة مميزة جدا. هذا السجن في ولاية ايداهو اقدم سجن. هذا السجن كان يحتوي على مجرمين من الدرجة الاولى. طبعا كل شيء بهذا السجن استعمل بذاك الوقت واستعملوه يعني بذاك الزمن وذيك الحقبة من الزمن، يعني كل شيء باقي نفسه. مثل ما تشاهدون هاي الغرفة، هاي غرفة المدير اعتقد، وهاي الكاميرا اللي كانوا يصورون بيها المجرمين اول ما يجيبوهم يوقفوهم هنا. يعني كل شيء بهذا السجن راح نصوره هو من التراث، وهنا نروح الاجرام بعدها شوية بيا راشد. اشرح لنا اثير شنو هاي الكاميرا؟ هل هاي الكاميرا هي اللي كانت مستخدمة بذاك اليوم يعني بذاك الزمن؟ هاي الكاميرا اللي كانوا يصورون بها المساجين اول ما يجون، يسمونها الماك شوت. طبعا كل سجين يجي اول ما يجي ياخذون له صوره لوجهه يسمونها الماك شوت. طبعا هاي الكاميرا الاثريه اشتروها حسب ما مكتوب هنا 1920. سعر الكاميرا $42. علي صوتك شوي. روح حكم. هاي سعر الكاميرا مثل ما يقول اثير، سعرها $22 $42 بزمن ال 1920. 1920 يعني زمن ريا وسكينة. هاي يعني هسه هاي الكاميرا نفسها هي اللي استخدمت بذاك الزمن. هاي الكاميرا اول ما استخدموا الكاميرا يصورون بيها وجوه المساجين اللي يسمونها الماك شوت. يجي السجين يوقف هناك وياخذون له كاميرا هنا، ياخذون له كاميرا هنا شنو؟ اي ياخذوا له صورة هنا. يجي السجين. طبعا اخواننا الكرام تفرج لي، هذا الكرسي عمره هو من زمن 1920. يعني هاي الكراسي ونصبة الكاميرا ونصبة هذا اللي قدامك بذاك الزمن هن نفس النصبة. يعني المجرمين جو قعدوا هنا، وهنا سجلت بعض البيانات. هاي مسطرة يقيسون بها طول السجين تشوفها. اي هاي طول السجين وياخذوا له صورة. اوكي يثير. طبعا هنا موجودنا عندنا احنا بالكتالوج. شوفوا هنا ايش عندنا. عندنا هاي مثلا كانت اللي يجون يسجلون بيها المعلومات. اخواني طبعا الغرفة اللي احنا بيها حاليا هنا كانوا يلتقون مدراء السجن، يعني ورتها مدير السجن. هذا كان مكتبه. اذا تشاهدون هذا الباب اللي موجود داخل الصورة، هذا الباب نفسه هو هذا الباب. يعني كل شيء كان بالسجن، كل شيء كان بالسجن بذاك الزمن هو نفسه. يعني هنا يقعد يسجلون معلوماته، هنا هاي الكتب وفايلات. طبعا هنا عندنا هاي الصورة. اوكي، واحد من ذولك هو كان مدير السجن، ومن مدير السجن الى هو متهم. اثير متهم اقصى اليمين. اقصى اليمين هذا اليمين هذا يساري، هذا اليمين. اوكي، كان متهم شنو؟ متهم بانه عنده علاقة بسجينة. بالسجينات. كان عنده علاقة بوحدة من السجينات. يعني هو بالاضافة للسرقة والرشوة. وكان ياخذ رشوة وحرامي، يعني سرقة ورشوة. هذا أيضا أحد السجناء هنا، كان عمره 36 سنة بذاك الزمن، انطق بالدهن. الحلقة بدت من هنا وإلها أكثر من جزء إن شاء الله. راح نتابع الأجزاء. هاي بوابة السجن وهذا حائط السجن القديم. هنا طبعا مشوفي لهم فيلم يشرح الفيلم إنه من اللي كان هنا. احنا بهاي حلقتنا راح نوافيكم كل شيء من داخل اسوار السجن. فرج لي هنا باكر ان شاء الله الحلقة راح تكون جاهزة انه تنشر الحلقة من داخل الاسوار. شوف داخل الفيديو شلون هم كانوا. شوفوا هذا هو السجن ذاك الزمن. هذول السجناء هم اللي اخطر سجناء يعني بالولاية. انتهينا من تصوير الحلقة. راح تكون الحلقة عدة أجزاء طبعا مثل ما تشوفون. هذا كان كبر وحجم السجن. أوكي، وخالين السجن بين الجبال. يعني هسه انت وين ما تروح جبل. طبعا هواي ناس قالوا انه هذا السجن بالليل يسمعون بيه اصوات وما اصوات. طبعا اني اصدق الرواية لان اكو هواي فيديوهات على اليوتيوب تذكر هذه الامور. لأن هنا اللي كانوا أكبر ناس مجرمين وقتلة بشكل غير طبيعي. أحد القصص الغريبة اللي حصلت داخل هذا السجن وداخل هذا المكان اللي مليان مأساة ذاك الزمن. طفل عمره 10 سنوات متهم بجريمة قتل. نعم، وهو قاتل. حكموه 14 سنة بهذا السجن.
هذا الطفل اللي عمره 10 سنوات عاش ايامه هنا حاله، هو مجرم بس هو طفل، يعني ما اعرف شلون انتم تقدرون بالتعليقات تقولون لنا شنو جزاته. انحكم 14 سنه بهذا السجن، 14 سنه ويا الماكسيموم سكيورتي، يعني الناس دول الخطرين جدا. طبعا هذا اللي قدامكم، هاي الساحه اللي قدامكم، يعني هذه، شوف هذا المكان، هذا كان يجون بيه هم دول السجناء المكان ويطلعون هنا اعمال شاقه، اشغال يعني يخلوهم يحرثون، يسوون غير شغلات، اي شيء هم المهم انه يسوون اعمال. هذا الممر نفسه اللي يؤدي هو الى السجن، مثل ما قاعد تشاهدون. طبعا السجن كان مو هالقد امين وسكيورتي بيه قوي، يعني السجن كان مبني بناء كلش قديم، ولحد الان بعده محتفظ ببنيانه، مبني بنص الجبال. طبعا هاي الجبال كل ارض احنا قاعد ندوس عليها اليوم هي كانت يمشون عليها ذول المجرمين اللي محكومين، اقلهم محكوم 14 سنه، اللي هو الطفل اللي قتل. مثل ما تشاهدون هنا بين الهدوء وبين هذا تخلص عمرك اشغال هنا. ومثل ما راح تتابعون انتم ان شاء الله الحلقه باكثر تفاصيلها، راح تكون من داخل السجن، داخل سرايرهم وزنزاناتهم الخاصه. طبعا هذا البناء ايضا، شوفوا السجن هنا، وهذا بيت القس اللي كان هذا القس يجي بتنفيذ حكم الاعدام. مثل ما تشوفون هذا البيت، وكانوا يحتاجونه على مود الاعدامات تتم. الاسقف 1809 1800 ثير هذا البيت 1800. شوفوا